بعد أسبوع من التخبط عنجوا النماذج العددية العالمية حول توقع الحالة الجوية ديال نهاية الأسبوع، واللي مرة كانت كتعطي توقعات مبشرة جدا ومرة مخيبة للآمال. دابا في آخر التحديثات كاين إجماع على ما يلي: إن شاء الله من بعد صلاة عشاء يوم السبت 15 فبراير وإلى غاية نهاية يوم الأحد 16 فبراير غادي يكونوا اضطرابات جوية نتيجة جبهة باردة وممطرة جاية من المحيط الأطلسي. قبل ما توصل غادي يسبقها رياح وهبات رياح متوسطة القوة غادي يحسوا بها الناس مور الظهر ديال يوم السبت اللي كاينين في جوج الاقاليم من الصحراويه والجنوب الشرقي وسوس ودكاله عبده، وهذا الشيء ممكن ينتج عليه العجاج. اما من بعد صلاه العشاء غادي يبداو يتشكلوا الخلايا الرعديه بشكل عشوائي في مناطق مختلفه من الاطلس الصغير الغربي بحال اكرد واللوس، ايدا وكوكمارت، نيناداي، تنالت، تفراوت، تغرارت، ترسوات، تيتكي وايت عبد الله وسلسله اكليم والكست. وكل ما دخلنا في ليله السبت كل ما تشكلوا خلايا رعديه محمله بالغيث بشكل اكبر وفي مجال اوسع بحال طاطا، تيصفريوين، تيسينت، وصولا لزاكورة ومحاميد الغزلان، على اساس ان الخلايا الرعديه تشكل في جل المناطق بالاطلس الصغير الغربي اي سلسله صاغرو، والاطلس الصغير الوسط اي سلسله سيروا، وجل القرى المحيطه بهم، وتجمعات سكنيه كبيره بحال تازناخ، تيليوين، اكداز، تزارين ويكلي. وكنبغي نبشر كذلك اهل تيزنيت وماسا وسيدي بيبي وايت ملول واكادير والكروار اللي كيدوز على هواره وتارودانت، وصولا للولاد بالرحيل او اللوز بنزول الغيث بين ليله السبت وقبيل فجر يوم الاحد. غيث كذلك متوقع ينزل في نفس الوقت بين تغازو، تيزكين شرفه، تمانار، الصويره، اسفي، جديده، سيدي بنور، بن قرير، مراكش، شيشاوه، اليوسفيه والشماعيه وسبزكزوله. الأطلس الكبير الغربي كامل من منتزه تبقال إلى جبال سكساوة من جهة تارودانت وأيت حدو يوسف. وكل ما دخلنا في الساعات الأولى من يوم الأحد كل ما توغلات السحب الممطرة واللي فيها رعد وبرق وسط بلادنا، وبالضبط بين الدار البيضاء، سطات، قلعة سراغنا، خريبكا، بني ملال، أزيلال، دمنات، وجول القرى الجبلية بين أيت تامليل ووادي تساوت وأيت بولي وأيت بوقماز وزاوية أحنصال ووصونا للإملشيل وميدلت. كذلك جنوب الأطلس الكبير أي بين ورزازات، تينغير، قلميمة، أرفود، الرشيدية، مولاي علي الشريف ونزولا المرزوقة. وممكن لغاية في الصباح الباكر ديال يوم الأحد يوصل بكميات أقل بين رباط، والماس، مكناس، فاس، إفران، وبعض المناطق في الأطلس المتوسط الشرقي بحال الميسور وطاط الحاج وتلسينت. اما الثلوج واللي كتميز هذه الحاله الجويه ان شاء الله غتبدا تنزل ليله السبت والى غايه صباح يوم الاحد في المناطق الجبليه فوق علو 2000 متر في سلسله سكساوه ومنتزه تبقال، تيشكا، سلسله مكون، ووصولا للعياشي. طبعا في القرى اللي قريبه لعلو 2000 متر اللي جات وسط السلاسل اللي ذكرت. متوقع نزول ثلوج كذلك بالاطلس الصغير ممكن لاول مره هذه السنه بسلسله اكليم والجبال القريبه من اغرم، سلسلة سيروا وصاغرو والقمم اللي فوق 1500 متر، الأطلس المتوسط بسلسلة بوناصر وبيبلان وتيشوكت. وممكن يكونوا مفاجآت وينزل الثلج في ميدالت وإفران وأكنيوان وتاغموت الأحد صباحا. في الغالب طرق كثيرة ممكن تسد بالثلوج، فخاص الناس تنتبه لهذه المسألة، خصوصا اللي غادي يدوزو من تيزين تيشكا والطريق بين إفران وميدالت وبين إيملشيل وتنغير وإيملشيل وبومال دادس. الأجواء ترجع تستقر إن شاء الله يوم الأحد من بعد صلاة العشاء في جل المناطق المذكورة سابقا. طبعا درجات الحرارة غادي تنزل بشكل ملحوظ في جل المناطق بلادنا وتهبط تحت الصفر في أغلب المناطق اللي ينزل فيها الثلج، خصوصا بالليل والصباح الباكر. أما البحر فغادي يكون هايج في الواجهة الأطلسية بين طنجة والقوير، وعلو الموج غالبا غادي يوصل ل4 أمتار ونصف. فالمرجو تعميم النشرة وأخذ الحيطة والحذر، خصوصا الناس اللي كتنقل في المناطق اللي محتمل ينزل فيها الثلج. نتمناو أن الواقع يكون أفضل من التوقعات. طبعا هذا والله أدرى وأعلم، وإلى جديد آخر أستودعكم الله.